النهارده في طنطا شغالين بالتوتال ستيشن، جهاز محطة الرقم المتكاملة وجهاز الميزان. هنشرح دلوقتي العملية اللي بتتم. طبعا الجهاز اللي قدامي اللي هو اسمه التوتال ستيشن ده طبيعي ان احنا لازم نشرح فايدته. طب ايه فايدته؟ بعد كده يا باشمهندس دلوقتي انا دخلت بالتوتال ستيشن، عملت عملية التوقيع. عملية التوقيع ان انا بحط نقطة في نص الطريق، النقطة دي اسمها السنتر. طيب السنتر ده اسيبه كده والمعد رايحة جاية عليه يضربها، بقوم مشفتها. طبعا الإجابة لا، بشفتها بره الطريق على مسافة معلومة 2 متر 3 متر 4 متر 5 متر، وبكتبها على الحيط بحيث الراجل اللي هيجي يشتغل على جهاز الميزان او اللي انا هاجي انسب اقول له والله ده السنتر رد 5 متر يجيب لك السنتر ده متشفت بره. طيب المحطه دي على الكيلو كام؟ 360 630 تمام. كيلو متر. تمام. 0 متر ده رقم الاستيشن، ده رقم الاستيشن. الزيرو بتاعي ورا، يعني بدايه الطريق ولا الجريدر اللي واقف ده. تمام. فالطبيعي ان يكون على ايدك اليمين الرايت، وهنشرح دلوقتي يعني ايه رايت وليفت. المهم اللي احنا عايزين نشرحه ان دلوقتي طول ما انت طالع لقدام المحطات بتزيد. اللي فاتت كانت 630، هنا 640، وبرده الاستيشن على 5، برده هنا على 650. كاتبين ان الاستيشن على 4 متر وكام و80. طبعا الطبيعي ان يكون في مثلا طريق ساعات بيحدف، طبعا هنا كتل سكنيه، فالطبيعي ان كله مش هيكون على 5، في مثلا 480 490 حسب التصميم. طيب ده اللي احنا حبينا نقوله باختصار بواسطه جهاز التوتال ستيشن. التوتال ستيشن دائما وابدا هو بيحدد المسار بتاع الطريق. دلوقتي بقى احنا عايزين نشرح ازاي الطريق نحط كمياته او ازاي ننسبه. فاحنا معانا المهندس احمد هيشرح لنا العمليه دي بالتدريب بالتفصيل من الجدول اللي احنا مستلمينه او الشيت اللي احنا مسلمينه من المكتب الفني. يبقى احنا دور التوتال ستيشن وظيفته يعمل عمليه توقيع، يحدد سنتر الطريق، وساعات بيحدد الاتجاه سواء رايت او ليفت، وبرحل لبره اللي هو الستيشن على بعد 5 متر. يعني لو جينا نبص الحاره الثاني الستيشن اللي بعديه على ال 650 على 5 متر وكام و20. طيب باشمهندس احمد احنا عايزين نشرح بالتفصيل العمليه اللي هتتم دلوقتي او اللي احنا اشتغلناها النهارده. الاول بنقول طبعا في بدايه لقائنا السلام عليكم، اهلا حضرتك. احنا دلوقتي عايزين نشرح بجهاز الميزان، تدينا فكره عن جهاز الميزان في الطرق بالتفصيل كده. احنا عاملين لايف، وطبعا احنا زي ما وعدنا الناس عندنا ان احنا كل مرحله هنعملها هيتم شرحها. الجدول اللي قدامي ده انا مش فاهمه عباره عن ايه؟ الجدول ده المكتب الفني بينزله لي بناء عن تصميم الرفع اللي انت حضرتك رفعته بالتوتال وحددت لي السنتر بتاعي. انا الاول شايف فوق كلمه صدقي، ده اسم الشارع اللي احنا شغالين فيه. تمام. طيب اللي في الجنب دي المحطات اللي احنا وقعناها بالتوتال. الله يفتح عليك. جميل. يعني دلوقتي قبل ما يجي لك دي الشيت اللي قدامي ده لازم يكون مساح التوتال ستيشن عامل عمليه اسمها عمليه الايه؟ الرفع. طيب وعقب عمليه الرفع بنودي الاحداثيات اللي احنا رفعناها بالتوتال ستيشن. يبقى هنعمل فيديو بعد كده ازاي نعمل عمليه الرفع للمكتب الفني، وبعدين يدينا الشيت ده. نكمل يا باشمهندس. الشيت ده عباره عن ايه؟ ده المحطات، دي المحطات اللي بتجيلنا. طب الرايت 550. جميل ماشي. ده احنا مش شغالين كل 10 متر. طيب لو سمحت قبل علامه الزائد دي عباره عن ايه؟ ده 00 ده يعني كيلو. الكيلو بتاع كيلو الزيرو. جميل. تمام. 550 555 ده كل 5. كل 5 متر. لكن انت منسب كل 10. احنا مفيش مشكله. طبعا بتشيك ما بين ال 10 متر اللي هو تاخد نص ال 5 متر، يبقى الامور بتاعتك طبيعيه. طيب الرايت دي عباره عن ايه؟ ده يمين الطريق بتاعي. طب ممكن هنا تقول لي اليمين عباره عن ايه؟ هو فين بالظبط؟ اليمين بناء عن اللي انا ماشي منين 1 2 3 من اليمين من اول الواطي لحد العلوه. الزيرو بتاعنا فين يا باشمهندس؟ ورا في ظهرك. يبقى لو انت حضرتك اقف كده بظهرك، الزيرو بتاع الطريق ورا، يبقى اليمين على ايدك اليمين والشمال على ايدك الشمال. نكمل. جميل. تمام. دلوقتي هو بيديني منسوب ربيع. لا الاول احنا عملنا الرايت. تمام. السنتر ده ايه الرايت الثانيه دي؟ دي مناسيب في الطريق اللي هم 5 نقط. جميل. ماشي. رايت ماشي. ودي السنتر بتاع الطريق، وده الليفت نهايه الطريق. طب انا شايف هنا في رايت كمان.
ماشي. الرايت ده اللي هي نقطه بين السنتر ماشي. ما بينهم يعني عشان تظبط ميلك كويس. تمام ماشي. لان الطريق هنا كامبر ايه ميول كده يمين وشمال. يعني كلمه كمبر اللي هو الميل اليمين وايه اليمين والشمال. طيب نكمل. طيب احنا خلينا نشتغل على الرايت. طبعا الرايت ده ما بين السنتر والرايت، حتى هو الراجل هنا كاتب لك في تدرج في المناسيب، دي 83 دي 80 دي 77. السنتر دي اعلى نقطه في الطريق اللي في النص الطريق، لان الطريق يميول 1.5 يمين و1.5 شمال. يعني ايه 1.5 يا باشمهندس؟ ميل 1.5 ميل 1.5 ده بنضربه احنا في المساحه بتاعتنا، بيدينا ميل الطريق يمين وشمال في العرض. بيشتغل ازاي في العرض. جميل. هو السنتر بس مين اللي حدده؟ التوتال ستيشن. التوتال ستيشن جميل. بيحدد زي ما حضرتك ما قلت بره كده ماشي، اللي هو انت محدد لي بالتوتال. السنتر بتاعي على بعد 4 متر و80 من الحيطه. جميل. طيب بنرد منه بقى 3 متر ونص عشان يديني ايه بدايه الطريق من هنا ومن هنا. يعني اللوحه باختصار زي ما الباشمهندس احمد اجاز، من ايدك الشمال هنا الستيشن، ده الرايت اللي هو منسوب اليمين، ده السنتر نص الطريق، ده الليفت، والمكتب الفني مدرج المنسوب، يعني حاطط ده 49 متر 78 سم، هنا هتلاقيها 49 متر 83، في النص هتلاقي المنسوب متدرج بين الاثنين. طيب عايز اشرح ازاي هطبق الكلام ده على الطبيعه. تمام حضرتك. بس يا ريت واحنا بنعمل نوقف دي كده دلوقتي بعد اذنك. مديني المنسوب روبير اللي حضرتك انت اديتهوني بتاع رفع التوتال. الروبير نقطة معلومة المنسوب بالنسبة لمستوى سطح المقارنة وطاقة بسيطة جهاز الجي بي اس، وبنسلسل الروبير يعني بالنقطة اللي احنا بنحطها نقدر نحطه في كل شارع احنا واخدينه هنا كذا نقطة. طيب الروبير هنا نقدر نكتبه بالقلم يا باشمهندس احمد؟ معلش الروبير موجود معايا خلينا نشرحه هنا بعد اذن حضرتك. ماشي تمام. الروبير معايا 50 ماشي 50.158 ماشي. الروبير 50 متر و15 سم و8 مللي. ناخد عليه قرايه يا باشمهندس. بنوقف القامه بقى على النقطه دي نفسها. الاستاف اللي معانا مسطره مدرجه الى امتار وسنتيات وملالي. قريت كام يا باشمهندس على الروبير؟ قريت متر 21. يا سلام. لو نكتب نزود ده نكتبه على متر. القرايه متر جميل 21 سم. ماشي تمام. لو جمعنا كنا واخدين حاجه في الكليه اسمها منسوب سطح الميزان، هو ده؟ ايوه هو ده منسوب سطح الميزان بتساوي الروبير زائد القراء. اتفضل. دلوقتي هيطلع معانا بقى احنا نجمع ده على بعضه، هيطلع معانا 51. جميل. تمام. بوينت 36. جميل. ماشي و8. ده منسوب سطح الميزان. ده منسوب سطح الميزان. يعني دلوقتي الميزان يرتفع عن مستوى سطح المقارنه ب 51 متر 36 سم و8 مللي. تمام. روبير زائد قرايه. اي حد عايز يتعلم الطرق شغل الطرق بالنسبه كمناسيب يوقف الاستاف اللي هي القامه على الروبير ياخد قرايه يجمع يديني منسوب سطح الميزان. نكمل يا ريس. دلوقتي هنقول منسوب سطح الميزان بتاعنا ده معانا ماشي، ونطرحه من المناسيب اللي انا هشتغل بيها. المنسوب يعني مثلا انا مثلا معايا الستيشن 550، عايز توزن المحطه 550. هبدا مثلا بالرايت ماشي. جميل. او الستيشن اللي هو. طب هل هي في قاعده نبدا من اليمين او الشمال ولا يعني نبدا من الرايت الاول ولا عادي بمزاجك؟ دي طريقه تشغيل. ابدا من الرايت الاول عشان خاطر عدليه الجليدر ياخد معايا وهو جاي. حلوه الكلمه دي. يعني ايه عدليه الجليدر يا باشمهندس؟ عشان الجليدر يبقى ورايا مش قدامي. جميل. عشان خاطر يبقى القامه باينه معايا بتاعت المساعد. جميل عشان تعرف يعني تشيك على القامه وانت شغال. جميل. تمام كده حضرتك. جميل. ماشي. هنقعد بقى احنا منسوب سطح الميزان ده يا فندم في المحطه 550. هنقعد 570 مثلا. ما جميل. ما اختلفناها 570. حط لنا كده آلية بالقلم كده 570. منسوبها كام؟ 49 متر 68 سم و5 مللي. ماشي. هنطرح منه منسوب سطح الميزان اللي معاه. طب نقدر نكتب القانون ده ماشي ناقص. هنطرح منه منسوب سطح الميزان. ماشي. اكتب تحت. اكتب تحتيه. نطرح منه منسوب سطح الميزان ده. طب. ماشي. هيدينا متر 68. يعني احنا طرحنا في قانون واخدينه في الكليه اسمه تحقيق اي منسوب. عايز احقق اي منسوب من اللي معايا ده، اي منسوب في اللوحه. تمام. بيتساوي منسوب سطح الميزان 51 متر 36 سم و8 مللي ناقص المنسوب المراد تحقيقه 49 متر 68 سم و5 مللي. طرحنا يا باشمهندس احمد. تمام. هيديني بقى المنسوب اللي انا هشتغل بيه اللي هسلم بيه الاستشاري. القرايه اللي انا يديك القرايه اللي انت عايز تشغل بيها. تمام حضرتك. طب لو طرحنا تطلع كام يا ريس؟ هتطلع متر 68. طبعا الباشمهندس احمد كاتب الرقم ده لانه احنا شغالين من الصبح. طرحنا منسوب سطح الميزان ناقص المنسوب المراد تحقيقه اداني قرايه 168. يعني الطبيعي لو نيجي كده نشرح القامه برضو
ودلوقتي معلش. برضه واحنا بنرفع برضه يا باشمهندس، جميل يا ريس. لازم ناخد بالنا من حاجه. جميل لازم نسيب معانا، يعني احنا معانا هنا متر 68. جميل وانت بتشغل. وانا بشغل جميل. لازم نسيب سنتي او سنتي ونص للهراس. جميل. يعني مثلا انا بقول متر ايه الهراس ده يا باشمهندس؟ الهراس ده هو اللي بيديني كثافه الدمك بتاعت الطريق. الدمك. الدمك يعني ايه؟ الدمك ده اللي هو معلش احنا بنسال في يعني في معلومات هي تكاد تكون بالنسبه لنا معروفه. بيجي الاستشاري بياخد سند كود اللي هي عينه من الطريق. يعني يعني انت عايز تقول حضرتك انه بنيجي هنا باستخدام المعده اللي معاه، او بيبقى معاه جهاز بيحفر في الطريق وبياخد العينه بتاعته يشوف معامل الدمك، يعني هل الطريق ده فيه ميه كويس ولا لا. تمام حضرتك. طيب احنا دلوقتي ادي الامل اللي معانا. الطبيعي دلوقتي على معنى كلامك ان انا لما احط القمه هنا، انت قلت لي عايز تقرا كام؟ معلش عايز اقرا متر 68. يعني الطبيعي متر، ادي متر 60. واحد ما بيعرفش يقرا قمه يا باشمهندس متر خالص. متر 60 61. الله ينور عليك. كل شرطه معايا سنتي. جميل. 62 الله. ماشي. 63 64 جميل. 65 كل حرف ايه مفرغ بسنتي. 5 سم. طب متر 68 دي تيجي فين يا باشمهندس؟ متر 68 معايا هنا يا فندم. يعني دي متر 68. المفروض انا هاخد لك القامه. تمام. جميل. هاخد القامه وهروح انا افلك في الرايت اليمين. تمام. زي ما انت قلت ان انا موقع لحضرتك الزيرو ورايا في الرايت هنا، فعلى اذن اليمين تمام. يكون الرايت. نيجي عند المحطه ال 570 ابص في جهاز الميزان الاقي متر 68. السؤال هنا يا باشمهندس، الطبيعي ان انت مش هتلاقي متر 68. اكيد يعني طبعا. اكيد مش هتلاقي. ما هو لو هي متر 68 هم جايبينك ليه تشتغل؟ ما هي متر 68. المساحه عمليه عكسيه في كل حاجه. القراءه عمليه عكسيه. يعني لو اديتني في القمه اقل ماشي. طب نديلي كمثال فوق، يعني ايه اقل؟ يعني احنا لو احنا جميل. انا عايز متر 30. لا احنا عايزين متر 68 معلش. انا بشرح. لا انا عايز على نفس المثال ده متر 68. جميل. ماشي. لو لقيتها متر 50. لا لو القمه لقيتها مثلا متر 50. جميل. نكتب كده متر 50 انا يا باشمهندس فوق بعد اذنك. لو لقيتها متر و50. هشرح لحضرتك برضو حاجه للناس برضو اللي لسه ما وصلتش. مثلا الميزان لو جاي لي متر و50 هنا ماشي، يبقى انا محتاج ايه عشان اوصل متر 58؟ محتاج القمه تنزل تحت. صح؟ جميل. يبقى انا كده محتاج قطع. يعني المتر 50 اعلى من المتر 68. محتاج قطع طبعا. ليه؟ لان دي قراءه وليست منسوب. كده عمليه عكسيه. القراءه عكس المنسوب. يعني دائما احنا قرينا متر 68. طيب لو قرينا لقيناها متر 69. ده واحد يقول لي ده متر 69 ده يا باشمهندس ده عالي. اقول له لا مع عمليه عكسيه. عمليه عكسيه. يبقى دي واطيه قد ايه او منخفضه قد ايه؟ سنتي. انت كاتب لي هنا اهو ناقص ايه؟ سنتي. يعني الله يفتح عليك. طبعا بعد كده بقى بنشغل المعده اللي معانا اللي هو الجليدر عشان يطلع لي الشكل اللي ايه اللي قدامي. طب عملنا الرايت ندخل بقى على السنتر نطرحه برضو. يعني احنا عند ال 700 طرحنا منسوب سطح الميزان 51 متر 36 سم و8 مللي. طرحنا منه احنا عند ال 570 49 متر 73 سم 8 متر، ادتني متر 63. انا كده معايا 5 محطات. جميل. لازم ارفع 5 محطات. شيك عشان يديك سطح ويديك نسبه ميل كويس. لان هنا طريق كمبر ميل على الجنبين سم ونص. تمام. جميل. فانا كده معايا ال5 نقط، لازم ارفع ال5 نقط وانا شغال. حلو الشيت ده، بس احنا حابين نقول ان الشيت ده جاي بناء على رفع المساح. تمام. طيب حضرتك المفروض المرحله اللي بعد كده تيجي ايه؟ ان هو يكون عندنا مثلا الهراس يجي يدمك لنا الطريق. لازم الهراس بقى يدمك. كده احنا نزلنا ميه على الطريق قبل اساسا اي حاجه عشان نقلب الطريق. يعني هو السن ده واحنا شغالين لازم نحط ميه يتقلب بميه. تمام. يعني ما نجيش مثلا نجيب مثلا السن اللي موجود قدامنا ده ونفرشه كده على طول. لازم ميه. جميل. وبعدين ميتنا برضه ماشي. وبعد كده بنسطح شغلنا ماشي. يعني ايه نسطح؟ ده التسطيح ده زي ما انت شايف كده. النقل اللي قدامنا نفرشها بسطح كويس بشكل كويس وبعدين نشيك على القمع. العمليه اللي احنا عملناها دي اسمها عمليه الميزانيه. تمام. ده الطبيعي. تمام. طبعا احنا كنا واخدين في الكليه ان الميزانيه استخداماتها ان احنا نحسب بيها كميات الحفر والردم او نشغل معده او نحصل على سطح سواء طرق او انشاءات او صرف. طيب احنا دلوقتي ده الجهاز اللي معايا واخد بال حضرتك اللي هو التوتال ستيشن باختصار برضو عشان يعني اللايف يمكن طول بس عايزين باختصار. التوتال ستيشن ده وظيفته ان هو يحدد لي
الاحداثيات او السنتر لاين بتاع الطريق. ده الرايت 5 متر اهو السنتر اهي. دي 3 قرايه. الباشمهندس هو بيشرح قال في 5، يبقى في واحده في النص ما بين الليفت وما بين السنتر بعد متر 75 سم. جميل. تمام. متر 75 سم من الليفت، يديني واحده في النص اشيك عليها عشان يدينا سطح كويس. ده بالنسبه للتوتال، يبقى التوتال حدد محطه. الميزان زي ما الباشمهندس قال دوره ان هو معايا لوحه عايز اطبقها على الطبيعه. عمليه دي اسمها عمليه التوقيع، ان احنا نوقع مناسبنا او ننفذها على ايه؟ على الطبيعه. طيب احنا دلوقتي عايزين نقدم رساله للطالب او نصيحه. ايه هي الرساله يا باشمهندس؟ والله هو مجال مساحه مجال جميل. جميل. بدايته يكون منين؟ يعني او الخلاصه فيه. انا بالنسبه لي كراجل مساح بقول ان هو دائما وابدا كلمه الايه؟ الموقع. اذا احنا جينا كراجل مساح ووريتك الفيديو ده في البيت هتفهمه، بس مش هتقدر تتخيله في الطبيعه. لازم اطبق، محتاج تطبقه في الطبيعه. انزل موقع واطبق الشغل ده مع مساح. اصل احنا بنواجه مشكله ان اكتر الطلبه دكتور مثلا الكليه يقول له تعالى خد محاضرتين وبقيت مساح. لا مكتب يقول له تعالى خد محاضرتين وخد مساح. مساح يا باشمهندس من غير موقع. جميل. انا ما اعتقدش اي مساحه تتعلم العلم كله على الورق، بس اهم حاجه تنزل موقع وتشغل لي شغل. جميل. ده الرساله اللي بيوجهها الباشمهندس احمد للطلبه، ويمكن المهندس احمد انضم يعني لمكتبنا، وده طبعا الشرف لينا. واحنا برضو بنراجع على الرساله بتاعته وبنقول الموقع لما يكون معاك شغل طرق وانشاءات وصرف وانا عايز اتعلم، لما انا انزل الطرق ابص، انزل الصرف ابص، انزل الانشاءات ابص. لكن مش منطقي ان انا قاعد فاتح اليوتيوب، فاتح المذكره بتاع الكليه، فاتح كتاب العمليه والخرايط، المساحه المستوى، وعمال احفظ ومش عارف بقى يعني ايه دمك، يعني ايه ساند كول، يعني ايه نسبه ميل، يعني ايه منسوب رايت، يعني ايه منسوب ليفت. فده اللي احنا حابين نوضحه للطلبه، وان شاء الله نوعدكم بالمزيد من الفيديوهات واللايف، عشان برضو دي رساله ونؤجر عليها يوم القيامه. تليفوننا 012 22 70 3541، فروعنا طنطا والمنصوره. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.